السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم وسعيد على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. النهاردة فيديو عن تفعيز الثوم، وده بيقعد معاكي طول السنة ما بيحصلوش أي حاجة طالما تاخدي منه وهو متلج وبتشيليه تاني. يعني الكيس اللي تطلعيه خليه عندك قدام، يعني قدام ايدك علشان تاخدي منه وتحطيه تاني وهو متلج. يلا بينا نشوف احنا هنعمل ايه. انا هقشر التوم كله بتاعي وهسيب منه جزء اخضر عشان انا ده بستعمله، وهقول لكم انا بستعمله في ايه. انا بقشر التوم كله الاول وباخد العروش الخضراء القطع الطرية بس هي اللي بقطعها حتت صغيرة. هنا العروش الخضراء انا باخدها لتتبيلة سمك. اي سمك عايزة تتبليه بتطلعي منها معلقتين وحطيهم مع السمك بيبقى طعمها حلو. هنا التوم بتاعي والجزء الاخضر ده بغسله واشطفه واسيبه يتصفى وابدأ اضرب التوم بتاعي في الكبة وتنعميه زي ما انت عايزة، ناعم قوي خشن براحتك، دي برضو حاجة اختيارية. وببدأ أجمع كل الكمية بتاعتي وأحط عليها 3-4 معالق خل كبار. عندك خل عادي ما عندكيش مفيش مشكلة، أهم حاجة طلعي الكيس تاخدي منه وهو مجمد وتشيليه تاني في الفريزر. وبكيس كل الكمية وأطلع منها الهواء وببدأ أشيلها في الفريزر. وإن شاء الله يكون الفيديو مفيد، وكل سنة وانتم طيبين ورمضان سعيد عليكم وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم.